هل تعلم؟ دخل جمل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه يعرفه، ووضع فمه على أذن رسول الله، وأنصت له الرسول حتى فرغ من كلامه، ثم قال الرسول: أرسلوا إلى فلان ابن فلان. فجيء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أأنت صاحب هذا الجمل؟ قال له: نعم يا رسول الله. فقال له: إنه يشكوك إلى الله لأنك تقسو عليه، وتحمله أقسى ممن يطيق، وقد أصبح الجمل كبير السن. فقال الرسول لصاحب الجمل: بعه لي. فباعه لرسول الله. فقال الرسول للجمل: اذهب كما تشاء وارع كما تشاء، ولا تحزن على ما مضى. فأنحني الجمل على أذن رسول الله، وكلمه بلده لا يفهمها إلا رسول الله، والرسول يقول: أمين أمين أمين. وفي الرابعة بكى رسول الله، وسألت الصحابة الرسول: يا رسول الله، لماذا أمنت 3 مرات وبكيت في الرابعة؟ فقال النبي: إن الجمل دعا لله قائلا: جزاك الله يا نبي القرآن عني وعن الإسلام خير. فقلت: آمن. ثم دعا قائلا: وأنقذ الله أمتك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فقلت: آمن. ثم قال لي: وسترى الله أمتك يوم القيامة كما سترتني. فقلت: آمن. ثم قال: ولا جعل الله بأسهم بينهم. فبكيت، لأنني أعلم أن بأس هذه الأمة سيكون بينهم شديد. صل على رسول الله. علي أفضل الصصل الله عليه وسلملات والصصل الله عليه وسلم.